نبدأ بسم الله وكل سنة وانتم طيبين. أفكار لرمضان من قماش الخيامية. هنقدم النهاردة أكتر من فكرة وكلهم أحلى من بعض، مش مكلفين والنتيجة هايلة. عندك بقى غطا جردل بلاستيك أو صينية بلاستيك، هنحطهم على الرسمة المدورة اللي على القماشة. يعني هتختاري رسمة كده على القماشة مناسبة، وأخدت بعيد عن المقاس أو زيادة عن مقاس الصينية حوالي 4 صوابع كده. تمام. وثبتها على قلب الصينية بالشكل ده بالشمع طبعا. هشد القماش كويس كده وهثبته بايدي، وبعد كده لو في اجزاء من الجناب هرفع القماشة. لو في اي اجزاء من الجناب مش ثابتة بالشمع هثبتها بالشكل ده علشان تبقى كلها متغلفة بشكل كويس جدا. وهنا على الجوانب كلها هنحط شمع بكمية مناسبة، وهنشد القماشة بالشكل ده وهتك عليها كويس عشان تثبت. اي زيادات بقى كنت سايباها من القماشة هشدها على القاعدة من بره بالشكل ده. هثبت بالشمع حتة حتة، وبعد كده احط قماش على القاعدة كلها. هنحط على الاحرف الاول كويس قوي، وهنحط على النص كده يعني بالشكل ده نحط شمع كتير علشان البطانة اللي هي من ورا تبقى لازقة فيها كويس ومتثبتة كويس. عايزين افكار تكون عملية مش مجرد شكل وخلاص. هنشيل اي زيادات بالمقص بالشكل ده على الحرف بالظبط. الخطوات دي للتغليف لو عملتيها بالترتيب هتطلع معاكي مغلفة بشكل مرتب جدا وشكلها جميل. بصوا الشكل جميل ازاي. وبعد كده هنستخدم اي خيط. انا استخدمت خيط المكرمية، لو حبيتي تستخدمي خيط خيش برضو لو متاح عندك استخدميه. انا حبيت اللون ده بتاع الخيط علشان ينطق الابيض اللي جوه القماشة او الالوان اللي جوه القماشة بالشكل ده، يعني لقيته ظاهر فيها اكتر. هنعمل لها صف من تحت، ده تالت صف هعمله اليد بالشكل ده، ورابع صف برضو هثبته فوق اليد بالشكل ده. الصفين بتوع اليد انا هثبتهم في بعض، يعني هثبت الصفين بتوع اليد في بعض بالشكل ده عشان اليد تبقى ناشفة معايا. الشمع هينشفها معايا وهيثبت الجزئين دول في بعض. اليد التانية نفس الكلام برضو هنثبت الجزئين على بعض، الخيطين على بعض. وهنكمل الصف الرابع عادي جدا لحد الاخر، وهنشيل الزيادة بالمقص ونقفل بنقطة شمع. ودي النتيجة شكلها خطير جدا، احلى من الجاهزة، يمكن متينة اكتر علشان احنا عاملينها بايدينا. طبعا هيكون ليها طعم تاني عندك في البيت. بص شياكتها، ممكن كمان تستخدمي عليها ديكورات مش اكل بس، وبالمقارنة باسعار بره ولا شيء. تاني فكرة هنستخدم برضو الدوائر الصغيرة اللي على القماشة بالشكل ده. انا استخدمت 2 بس، طبعا الفكرة ممكن تكرري العدد على حسب احتياجك. هلف الخيط البداية بتاعته بالشكل ده واحطها في النص بالظبط، وهبتدي الف الخيط. طبعا هثبت واحدة واحدة بالشمع. نمشي بقى كده بالراحة، انا طبعا مسرعة الفيديو بس عشان يبقى كل الخيط متثبت في القماش كويس قوي. والخيط في القماش اصلا بيثبت كويس جدا بالشمع. الشمع هيديله كده نشفان، وهتبقى الدايرة دي معايا مش مجرد كده دايرة طرية، لا مش هتبقى ضعيفة خالص، هتبقى قوية. وعملت لها تعليقة كده من نفس الخيط برضو، وهقفل طبعا بالمقص وبالشمع. دي كوسترات حلوة قوي للشاي او للعصاير والمشروبات، شكلها مميز جدا جدا، خصوصا لو جالك بقى ضيوف والعزومات، بجد شكلها مميز قوي وعملية. والتعليقة دي ممكن تعلقيها عندك في المطبخ، هتبقى منها فيها ديكور وحاجة عملية هتستخدميها. تالت فكرة هاخد الجزء المستطيل ده وهاخد برضو الرسومات المدورة، بس المرة دي هنعمل بيها فكرة مختلفة. هطلع كده دايرة دايرة، انا محتاجة 5 بس. هفرغ الدواير دي، هفرغهم كلهم بالشكل ده، بقى معايا 5. هنعمل بيهم ايه؟ هننزلها على كرتونة كده او هنثبتها على كرتونة بالشمع، وبعد كده هقص الدايرة كلها بالكرتونة وهعمل لها اطار من خيط المكرمية. هسيب جزئين كده زيادة من تحت من الخيط، وهربط الخيط من عند الدايرة بالشكل ده. هعمل لها فيونكية كده. طبعا ثبت فيها الخيط ده اللي هو خيط الخيش، ثبت في كل واحدة خيط خيش. عملتهم كلهم اطوال مختلفة، في واحدة منهم هم 5، ففي واحدة منهم طويلة قوي واتنين اقل منها في المقاس، والاتنين اللي على الجناب قصيرين خالص علشان يديني شكل هرمي لما اعلقها. هنشوف الشكل في النهاية هيبقى مميز جدا ومختلف.
دخلت في الخيط الكور الخشب دي هتدي منظر حلو قوي. وده فرع شجرة عادي جدا، انا ما اشتريتوش، انا واخداه من زرع عندي في البلكونة. كانت الزرعة دي نشفت شوية، ممكن تستخدميه حتى من شجرة، هيبقى حلو قوي وشكله زي الحاجات الجاهزة او شغل المكرميات الجاهز. هثبتهم بالشكل ده. الكور الخشب خلت منظرها تحفة جدا، وبص شكلها بقى لما بتتعلق شكلها رائع ومميز جدا. رابع فكرة، استخدمت كرتونة، ومش شرط خالص تستخدمي نفس الحجم ولا نفس الشكل، اي كرتونة عندك حتى لو اكبر شوية هتبقى برضو جميلة قوي في الفكرة. انا هنا غلفت الكرتونة بمشمع الخيامية علشان يبقى عازل معايا للمية ويديها قوة ومتانة وتبقى عملية اكتر، لان الكرتون طبعا بيبقى ضعيف عن القماش بشوية. هغلفها بالشكل ده. تغليف الكرتون هيبقى سهل جدا معاكي، واحدة واحدة كده غلفي كل جنب. هثبته كويس قوي بالشمع علشان زي ما قلنا دي حاجة هنستخدمها طول الشهر فتبقى عملية معايا. دي اغطية بلاستيك بتاعت علب الصلصة، ممكن تستخدمي اغطية علب السمنة او اي اغطية عندك بلاستيك تكوني مش محتاجاها. هنغلفها على اتجاه واحد بس، يعني وش واحد بس هغلفه بنفس المشمع كده بالشكل ده. وبعد كده هعمل له اطار من الخيط علشان الشكل الدايرة يترسم معايا ويبقى احلى. هعمل الغطيين بنفس الشكل، هشيل الزيادة واقفل بنقطة شمع زي ما قلنا. وبعد كده هثبتهم على، انا حطيت على نصها بس كده لان هخلي نص لبره الكرتونة، والجنب التاني هحط الغطا التاني بالشكل ده. بعد كده استخدمت العصاية البلاستيك دي، انا اخدتها من شماعة بلاستيك وقسمت 4 قطع بالشكل ده. قطعتها بسكينة متسخنة على النار، اتقطعت معايا بسهولة خالص. ولفيت عليها خيط الخيش علشان اديها منظر الخشب. فتحت فتحات بالمقص علشان مش هينفع نلزقها على الوش بس كده علشان تبقى متينة معايا، ودخلتها بالشكل ده مع التثبيت بالشمع. دي هتبقى اليد بتاعت العربية، ومن تحت برضو هعمل السندات اللي بتبقى في العربية. هثبتها بنفس الطريقة وهزود الشمع شوية. طبعا عملت لها فتحات برضو دخلتها فيها بالشكل ده. هبتدي اظبطها بقى من جوه علشان تبقى متينة معايا اكتر. هسيبها تنشف براحتها وبس كده خلصنا. الافكار بتاعت النهاردة دي عربية الفول اللي هي هتبقى ديكور في المطبخ ومنظم برضو للاكياس عندك. لو عجبتكم الافكار ما تنسوش اللايك على الفيديو. باي باي.